ولد إقليدس في مدينة الإسكندرية في مصر القديمة خلال عهد الحاكم اليوناني بطليموس الأول. لا يعرف الكثير عن حياته الشخصية، لكن أعماله العلمية كانت كفيلة بجعل اسمه خالدا في تاريخ الرياضيات. أسس إقليدس مدرسة لتعليم الرياضيات في الإسكندرية، وجمع فيها كل ما عرف من علوم الهندسة اليونانية. حتى ذلك الوقت كان يدرس بأسلوب بسيط لكن صارم، ويتبع منهجا منطقيا يبدأ من البديهيات حتى يصل إلى النتائج المعقدة. ألف إقليدس كتابه الشهير العناصر The Elements، والذي يعتبر من أعظم الكتب في تاريخ العلم. احتوى الكتاب على أكثر من 465 نظرية مقسمة إلى 13 كتابا، يغطي مواضيع مثل الهندسة المستوية، الأعداد الأولية، النسب، المجسمات الثلاثية الأبعاد. هذا الكتاب لم يدرس فقط في الإسكندرية، بل أصبح مرجعا رئيسيا في أوروبا والعالم الإسلامي لأكثر من 2000 عام. ما ميز إقليدس ليس فقط النظريات بل المنهجية. بدأ كتابه بالبديهيات مثل الكل أكبر من الجزء، يمكن رسم خط مستقيم يصل بين أي نقطتين. ومن هذه المسلمات بنى عالما متكاملا من الاستنتاجات، وأصبح هذا الأسلوب يعرف فيما بعد بالمنهج الإقليدي، والذي لا يزال يدرس حتى اليوم. رغم أن إقليدس عاش قبل أكثر من 2000 عام، إلا أن إرثه ظل خالدا. استخدم العناصر كمرجع في أوروبا في العصور الوسطى، وفي العالم الإسلامي ترجم وأعيد شرحه وتفسيره. كما أن الهندسة الإقليدية لا تزال تدرس في المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم، وأصبحت أساسا في العمارة والفيزياء وحتى البرمجة.